يقول سيدنا جبريل: يا محمد، إن الله تعالى لما خلقني مكثت 10,000 سنة ولا أعرف ما اسمي، ثم ناداني: يا جبريل، فعرفت اسمي جبريل، فقلت: لبيك اللهم لبيك. فقال: قدسني فقدسته 10,000 سنة. ثم قال: مجدني فمجدته 10,000 سنة. ثم قال: أحمدني فحمدته 10,000 سنة. ثم كشف لي عن ساق العرش فرأيت سطرا مكتوبا ففهمني إياه، فإذا هو: لا إله إلا الله محمد رسول الله. قلت: يا رب، من محمد رسول الله؟ فقال: يا جبريل، لولا محمد ما خلقتك، بل لولاه ما خلقت جنة ولا نار ولا شمس ولا قمر، ولا خلقت الكون والدنيا بأسرها. يا جبريل، صلي على محمد. فصليت عليه 10,000 سنة. إن الصلاة على النبي غنيمة، من حازها حاز الكرامة وامتلك. فز بالصلاة على النبي مرددا: صلى عليه الله ما دار الفلك، فإنه حبيب الله وشفيع المسلمين. وقد بين الله فضله في رحلة الإسراء والمعراج عند سدرة المنتهى، عندما قال له جبريل: لكل منا مقام معلوم، فلو تقدمت أنت لاخترقت، ولو تقدمت أنا لاحترقت. وما قرن الله اسما مع اسمه وجعله شرطا لدخول الجنة إلا سيدنا محمد، فما من قائل لا إله إلا الله وقال محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى عندك إلى أبد الآبدين. بالله عليكم أخوتي في الله، ما تخرجوش من الفيديو قبل أن تصلوا على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسيد الخلق أجمعين، حبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. صباح الهنا والسعادة والسرور على أحلى وأجمل إخوات ومتابعين في الدنيا. إخواتي يا حبايبي بحبكم في الله، أنا أختكم في الله فاطمة، ودي قناتي أنا وأختي مريم. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا زي ما سمعتوا المقدمة معايا، بالله عليكم صلوا على النبي وزيدوا النبي صلاة، شفيع الأمة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا زي ما انتم شايفين النهاردة أنا جايلكم بيوم جديد وروتين جديد من أقوى الروتينات الشتوية. بالعكس والله كان يعني في الروتين دينتي كان الجو حر جدا وكنا مشغلين المروحة كمان. المهم يا جماعة، الروتين ده من بيت أبويا. عايز أقول لكم ال3 أيام أو ال4 أيام اللي أنا قعدتهم في بيت أبويا عملت فيهم فيديوهات، وأنا دلوقتي بظبطهم يعني برتبهم، وبحاول إن أنا أنزل لكم الفيديوهات ورا بعض عشان إيه ما تتلخبطوش معايا. بس طبعا قبل ما نبدأ في تفاصيل الروتين وفي أحداث الروتين نذكر الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله. فضلا وليس أمرا، اللي أول مرة يشوف قناتي يا ريت يا حبايب قلبي تعملوا لي اشتراك. يعني لو عجبكم المحتوى بتاعي اعملوا لي اشتراك، كلمة اشتراك مكتوبة باللون الأحمر تحت الفيديو، دوسوا عليها وتفعلوا الجرس على كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصلكوا الإشعار بالفيديو اللي هينزل. وطبعا يا حبايب قلبي ما تنسونيش في اللايك، حطوا لايك كتير للفيديو ده لأن الفيديو ده تعبت فيه جامد زي ما انتم شايفين الأحداث بتاعته. المهم يا جماعة، كان يوم البنية تاني يوم على طول ما نزلت الروتين اللي هو بتاع المسيح. كنا لسه ما بنناش يعني، كنت كنسة السلم معاكم، فيا ريتني ما كنت كنسته وادعك تاني. يلا مش اشكال، هنبقى نكنسوه. المهم انا هنا كنت بشاور لكم على الصلاة بعد الخبيز، بقول لكم بصوا شكلها بعد ما خبزنا. في الوقت ده كان العيش بره قدام الباب في الشمس، مع ان والله الجو كان حر في اليوم ده ينتي. بس قلنا الشمس يعني هتخمر العيش بسرعة اكتر، يعني ايه اسرع من المروحة. المهم انا هنا بشاور لكم بردك على الاوضه، بقول لكم بص شكلها عامل ازاي. كله ده باذن الله ان شاء الله هينضف معانا في الفيديو. بس بالله عليكم ما تنسونيش في اللايك. اللايك بيرفع الفيديو، بيخلي اكبر عدد من الناس تشوفه. المهم يا جماعه، هقول لكم بقى احداث اليوم بتاعتي ابتدت ازاي. اليوم اللي انا كنت بايته فيه يعني بيت ابويا. صحيت الصبح بدري طبعا من الساعه 5. خمرت الخميره. بس انا هنا حطيت لكم الفيديوهات يعني ايه مش مرتبه، حبيت ان انا احط لكم الفيديوهات اللي هي فيها
شغل جامد علشان تتنشط وتتشجعوا معانا. فابتديت بقى بالروتين اللي هو التنظيف وشيل الغطا وتطبيقه وزي كده. اما الخبيز وتجهيز الاكل فانا خليتهم لكم في اخر الفيديو عشان تتشجعوا وتتنشطوا معايا. المهم يا جماعة، يلا كده قوموا بسم الله الرحمن الرحيم، استعيذوا من الشيطان وارموا الكسل ورا ظهركم، واللي معاها اي مصلحة كده تقوم تعملها تتنشط كده تشوف الفيديو وتتنشط معانا. قوموا يلا كده من تحت البطانية كده، وهووها كده في البلكونة او شمسوها او اي حاجة، المهم قوموا من تحت البطانية وقوموا اي مصلحة معاكم كده. تذكر الله كده علشان اليوم ما يبقاش طويل عليكم والروتين يبقى خفيف عليكم، واي مصلحة تكونوا يعني كده بتقضوها تخلص بسرعة وما تحسوش بيها. عاوز اقول لكم لما هتقوموا كده الشتاء، هو انا عارفة ان هو الشتاء بيكسل وخصوصا البرد الشديد. بس ايه، الواحد عندما استعاذ من الشيطان وقام وخدم اول حاجة كده فبيلاقي ان هو بقي نشيط، ان هو بقي قوي كده، وان الخدمه هتجي كده كلها كده ورا بعض وهيخلصها بسرعه، وهيلاقي نفسه جسمه دفي مش هيبقى سجعان ولا بردان. المهم عايزه اقول لكم ان الجو سقعه موت، الجو تلج. عارفين في الروتين اللي انا مصوراه ده اللي كان بيت ابويا كان الجو حر وكنا مشغلين المروحه. انا هبقى اوريكم المروحه كده انا ومشغلاها. المهم بس في الوقت اللي انا بسجل فيه الفيديو ده الجو متلج تليجه وحشه خالص، يعني احنا في جنوب الصعيد والجو متلج. ده على كده كتر خير اللي هم ساكنين في باقي البلاد اللي حوالينا، يعني احنا جنوب الصعيد بيبقى الجو في الشتاء بيبقى حلو يعني معتدل. بس عاوز اقول لكم اليومين دول انت معرفش هي موجة ولا ايه، الجو متلج تليجة وحشة خالص. وانا في اليوم ده انت يا جماعة كنت غاسلة غسيل على الغسالة العادية وخابزة، وبقى ربنا يكون في عوني. ان شاء الله انا صورت لكم الروتين ده وهنزله لكم، بس ايه معرفش بقى هينزل امتى، لان انا ايه بحاول ان انا ارتب الفيديوهات علشان ما تتلخبطوش معايا. يعني مثلا الفيديوهات اللي انا صورتها بيت ابويا هنزلها لكم ورا بعض كده علشان ايه تبقوا معايا واحده واحده، وعشان برضك ايه ما تتلخبطوش او تتوهوا مني كده في السكه. فان شاء الله هصور يعني ايه هنزل لكم كده ايه كله ورا بعضه. المهم يا جماعه، اللهم صل على سيدنا محمد. على فكره لميت البيت بعد الخبيز مش قبل الخبيز، بس انا زي ما قلت لكم حبيت ان انا احط لكم الروتين ده الاول عشان اشجعكم كده وانشطكم واديكم باور كده وطاقه ايجابيه، ما اديكمش الكسل ولا الطاقه السلبيه. هبصوا هنا ادي المروحه كانت شغاله، ان الجو في اليوم ده كان حر، بس هو بعدها بيومين كده الجو قلب بسقعة فظيعة. المهم انا فتحت الشبابيك بعد ما طلعنا العيش في الشمس. لمينا طبعا الدنيا لمينا الصالة ولمينا الأوضة وفتحت الشبابيك زي ما انتم شايفين. لازم الشمس هنا بشاور لكم على الشمس، بقول لكم لازم تدخل البيت ولازم البيت يتهوى. يعني يمكن بيت ابويا الشمس الشبابيك لما بنفتحها الشمس بتدخل، اما انا عندي في الشقة ما فيش اي شمس بتدخل في الشتاء، فبفتح بخلي الدنيا تتهوى بس من غير شمس. هنا معايا تبارك كانت بتقول لكم حطوا لايك، ما تنسوش ماما بقى باللايك لان الفيديو ده تعبت فيه جامد، كان خبيز وكان جهيز اكل للعمال. ان اليوم ده ينتي كان الراجل اللي بيبني كان يعني جاي بيبني، وكان مطلوب مني ان انا اجهز افطار وغدا بقى، وكل شويه بقى شاي زي ما انتوا عارفين العمال كل شويه بيطلبوا شاي. المهم انا لميت الاوضه طبعا دي بتاعت الكنب، وخلاص بقى كنستها يعني ايه كنت نضفتها نضيفها يعني من على الوش، بس زي ما انتوا عارفين الخبيز الردة والدقيق بقى فبيدعكوا الدنيا خالص. حتى لو كنت لسه منضفة على فكرة انا كنت قبليها بيوم مسحة. لو تفتكروا الروتين اللي هو بتاع المسيح وغسيل الحصر والسجادة، السجادة اللي هي المدورة اللي انا فرشتها دي دلوقتي كنت غسلاها، يعني غسلتها معاكم في الروتين. بس اللهم صل على سيدنا محمد. فتاني يوم على طول زي ما انتوا شفتوا انا وبنضف برضك طلعت اتربه وطلعت رده ودقيق وحاجات زي ما عارفين ان الخبيز بيدعك الدنيا. اول حاجه انا عملتها يا جماعه كانت الصبح بدري، كانت الساعه 5 الصبح، وقمت بقى خمرت الخميره دي اللي انا بعجن فيها. بصوا خليت الملمس بتاعها حلو وناعم، خليت العجينه بتاعتها طريه شويه. ليه؟ علشان تخمر معايا بسرعه ما تاخدش وقت. وفعلا والله يا جماعه يعني على الساعه 7 الصبح كانت الخميره خمرت، كانت عبت الحله، عبت اللي هو الباقي في الحله ده. فبس عجنت العجين، بس قبل العجين طبعا غربلت الدقيق. المهم يا جماعة بعد الأول يعني بصوا الأول غربلت الدقيق بعد الخميرة على طول، وبعد كده جبت عملت حتة عصيدة اللي هم حبة دقيق مع حبة ملح ومع شوية مية تكونوا مغلية كده. وعندي طبعا اللي هو الإيد بتاعت المفراكة. المفركة دي يا جماعة حاجة كده خشب، إذا خشب بنعمل بيها
اللي هو العدس، وبنعمل بيها السبانخ، وبنعمل بيها الحاجات دي البامية. ما اعرفش، انا عملت بيها قبل كده المفركة، بس ما اعرفش ممكن في ناس ما تعرفهاش. المهم، انا هنا كنت خلاص هحط العصيدة، حطيت طبق من الدقيق عليهم حبة ملح، وقلبتهم في بعض، وحطيت طبعا كنت غالية مية في الكتل، ورحت ايه ضيفها على الدقيق. عملت اللي هي العصيدة دي علشان اعجن عليها. ايه فايدة العصيدة؟ بتخلي العيش معاكي طري لحد اخر رغيف، ما بتخليش العيش ينشف. بالله عليكم يا حبايب قلبي اللي وصل معايا في الفيديو لحد هنا، ما ينسينيش باللايك والشير والاشتراك في القناة. اعملوا لايك يا جماعة للفيديو، كل اللي يدخل يشوف الفيديو يعمل لايك بالله عليكم. يعني انا فيديوهاتي وحشة مش بتستاهل اللايك. طب لو مش بتستاهل لايك حطوا ديسلايك علشان ابقى عارفة ان الفيديوهات بتاعتي وحشة، عشان ايه احسن منيها او احسن من المحتوى بتاعي. يلا كده زي ما احنا اتفقنا، اللي مش هيحط لايك يحط ديسلايك عشان تعرفوني بس. المهم، واللي تعجبه قناتي وأول مرة يشوف قناتي ويفتح فيديوهاتي وعجبتكم قناتي، اشتركوا معايا في القناة. كلمة اشتراك سهلة جدا، مكتوبة باللون الأحمر تحت الفيديو. يعني هي عايزة ضغطة صابع بس منيكوا كده، من صابعكم الحلو هتضغطوا كده على كلمة اشتراك، كده ان انتوا اشتركتوا. وبعد كده تفعلوا الجرس على كلمة الكل كمان، مش اشتراك على كده، فعلوا الجرس على كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصل الاشعار. اما بقى لو اشتركتوا على كده، اي فيديو هنزله مش هيوصل لكم الاشعار بتاعه. واللي بيشتكوا طبعا ما بتوصل لهمش الاشعارات، يا ريت يا حبايبي تلغوا الاشتراك وترجعوا تشتركوا تاني، بس تفعلوا الجرس على كلمة الكل. يعني ضروري جدا ان انتوا تفعلوا الجرس على كلمة الكل. ربنا يا رب كده يديمكم نعمة في حياتي، وان شاء الله قناتنا الصغيرة هتكبر بيكم، وربنا يجعل سعادة الدنيا ما بين ايديكم ومن حواليكم. طبعا زي ما انتم شايفين بعد ما عجنت العجين، دي المقارص بنحط عليها الردة كده علشان نقطع عليها العيش. هنا كنت خلاص قطعت العيش ورصيته بقى، وكنا مشغلين المروحة في الوقت ده يعني ادينا له كده زي نص ساعة تحت المروحة، وبعد كده طلعناه بره في الشمسية قدام البيت. هنا كان العيش كان عدى عليه 4 5 ساعات. بصوا هنا شكل العيش بوريهولكم. بسم الله ما شاء الله، حلو زي الفل. نعمة ربنا لازم الواحد يحمد ربه عليها. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. اللهم دمها علينا نعمة واحفظها من الزوال. عايزة اقول لكم العيش بعد ما برد كده معانا، وشلنا بقى الردة بالسكينة ونضفناه، يعني كده مسحناه بقماشة. بصوا بقى شكل المطبخ، بصوا شكل المطبخ، وبصوا العك اللي انا كنت فيه في اليوم ده يلا بقى شجعوني بلايك. حتى البوتاجاز غسلته. بصوا هنا هوريكم بقى شكل المطبخ بعد ما نضف وبقى زي الفل. انا ما صورتش طبعا المواعين هي بتتغسل، عشان عارفاكم زهقتوا من غسيل المواعين، على طول بصورها معاكم. فقلت ايه خليها مفاجأة ليكم كده، اوريكم المطبخ شكل. يعني بصوا اوريكم المطبخ قبل وبعد، ايه رأيكم فيه بقى؟ المهم يا جماعة، بس كنا طبعا جهزنا الغدا وطلعنا للعمال الغدا قبل المطبخ ما يتشطب. شطبنا المطبخ ده اخر حاجة. المهم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بعد ما شطبنا المطبخ، آه لا، هو قبل ما نشطب المطبخ عملنا الغدا. انا كده هتلخبط والله. بصوا انا هنا ملخبطه لكم الفيديوهات، المفروض اجيبها لكم بالترتيب، بس انا قلت احط لكم الحاجه اللي هي فيها مجهود شاق عشان تتشجعوا معايا وعشان تتنشطوا. المهم، كنت حاطه طبعا حله فيها زيت للبتنجان والشطه، علشان طبعا وقلينا بطاطس، بس البطاطس كنت خليت الزيت بتاعها لوحده، لان زي ما عارفين كلنا البتنجان والشطة بيخلوا لون الزيت يتغير كده ويبقى لونه مسود. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا بعد ما قلينا الشطة والبتنجان والزيت بقى لونه اسود، فاحنا مش هنرمي الزيت، طبعا حرام ان احنا نرميه. هناخد الزيت وهنستغله وهنعمله صابون قطع، صابون مطبخ. انا كنت عامله صابون المطبخ مع يعني هنا على القناة، فاللي حابب يشوف الطريقة يعني يرجع للفيديوهات القديمة هيلاقي الطريقة، وهيلاقي ملح الليمون، هيلاقي البيكربونات صوديوم، وهيلاقي حاجات كتيرة، البريل والشامبو وكل حاجة عملناها في القناة بقى ايه في الفيديوهات القديمة من تحت. ولو حابين ان انا اجدد لكم الفيديوهات دي واعمل لكم في الفيديوهات دي تاني، يعني اكتبوا لي في التعليقات ان شاء الله انا هعمل معاكم كل حاجة. المهم ادي الزيت بعد ما خلصنا طبعا. لا هنا كنت لسه مخلصتش البتنجان، عاوزه اقول لكم بيخلي لون الزيت اسود هو والشطة. مع اني والله يا جماعة هو احلى اكل ديانتي اللي هي المسقعة،
بس مع رغم ان هي مش صحية. ليه مش صحية؟ لانها بتشرب زيت بكميات مهولة. الشطة والبتنجان اكتر حاجة بيشربوا زيت، وطبعا زي ما عارفين الزيوت بتعمل دهون. ادي هنا الزيت طبعا حطيته في هي الطاسة. ده اللي هقلي فيه البطاطس بقى، لان الزيت ده كان مسود، ما ينفعش ان انا احط فيه البطاطس. هنا طبعا كان اللي هو بتاع الشطة ديانتي كان حجمها كبير كده شوية، فما ينفعش ان انا احطها سليمة، فجيت شقها كده نصين، وبقيت احط ايه يعني نص ونص زي ما انتم شايفين معايا في الفيديو. المهم انا كنت بتكلم على العيش قبل كده، وبعد كده جه المطبخ اتدوشت طبعا بالمطبخ ونسيت العيش اللي انا كنت بتكلم فيه. زي ما قلت لكم، العيش بعد ما عدى عليه 3 4 ساعات كده وكان برد، بقماشة كده ومسحناه يعني كده بالعدلة بتاعته وبالقلبة بتاعته، ونضفناه وخليناه زي الفل كده، وعبيناه في اكياس بلاستيك. طب هنحطوه في الفريزر او هنحطوه في التلاجة بعد ما عبيناه في الكيس البلاستيك؟ لا طبعا ما نحطوهوش، ان العيش لسه يعتبر ناشف شوية. فاحنا لما هنحطوه في الكيس البلاستيك وهنجي نقفل عليه الكيس، هنخليه لمدة على الاقل ليلة، نخليه يبات يعني ايه، وتاني يوم الصبح نحطه في التلاجة علشان يرجع يطرى ويبقى زي الفل. هنا طبعا يا جماعة جهزنا الغدا، كان مش وجبنة وبطاطس وبتنجان وشطة وفول ومخلل وسلطة وبيض مسلوق وجرجير. طبعا ما لقيناهوش مكان نحطه فيه ولا العيش، لان الصينية كان حجمها صغير، وهم كانوا نفرين بس او فردين بس هم اللي هياكلوا. انا هنا وصلت لنهاية الفيديو. دمتم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.